الكريم شهدنا بينونة، وعادتي بينونة دائما تخطف الانتصار والناموس تحت الفوز لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، وكذلك الى المضمر علي بن سعيد الزرعي تعالينا والناموس. ومع نقطة اضافية في صباح هذا اليوم لشعار بن حماد. نتابع الشوط السابع الذي انطلق منذ لحظات شوطا للزمون المحليات الاصايل. نتابع مشكور يحتل صدارة المركز الاول وجابر بن عمير بن حي الهامري من طول الغيبات يا ذا الغنايم يا ابو عمير، متواجد ان يقدم لنا مشهور وتحدياته على المركز المتقدم الان، بينما شاهين ياتي في المركز الثاني سعيد بن سيف بن محمد بن حزيم المنصوري، وثالثا العابر اشعار حمد بن عبيد بن ثعيل بن طهويمه العامري متواجدا بالعابر وتحدياته في ثالث المراكز. اما المركز الرابع الشاب لمنصور بن سعد بن قدر الاحبابي ياتي في رابع التحديات، والمركز الخامس ياتينا منجز سعاده محمد بن سلطان بن مرخان نشتري. بينما نتابع اللي انضم في هذه الاثناء جبر احمد بن عوض بن محمد بن السيد المزروعي. ما شاء الله اسامي عملاقه، اسامي خذت النواميس والالقاب والتحديات في منصات الانتصارات. هذا جبر واحد من هذه الاسماء المنطلقه. بينما نتابع القدوم في هذه اللحظات من الترش القادم خليفه بن جمعه بن عتيق الرميثي، وكذلك ايضا وصل في هذه اللحظات مخيف لسعود بن عبيد بن كنيش الهامري يتواجد بشعاره ايضا بن كنيش في هذا اللقاء المتميز. يشوف الزمون المحليات الاصايل بنتابع مهيب محمد بن سيف بن وايد المزروعي ما شاء الله بناتي باسم واسم اخر. نجد الاسامي المتميزه حاضره في هذا الشوط، واحلى دائما الرقص مع وجود هذه الشعارات المتميزه. بينما الجانب الاخر ايضا يتواجد وينطلق الذئب لسعاده محمد بن سلطان بن مرخان الاشتري، وكذلك ايضا وصلنا في هذه اللحظات ايضا لهيب قادم بشعار راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري. هكذا هي النتيجه للعشره المراكز الاوائل يا من تتابعون وتراقبون بالفعل اليوم نشهد معركه هنا على ارضيه هذا الميدان. والله ولي التوفيق لجميع المشاركين، دائما نتمنى لهم التوفيق. نعود الى مقدمه المركز الاول يا ابو عمير حاضرا ما شاء الله متواجدا بمشهور جابر بن عمير بن حي الهامري على مقدمه المركز الاول في هذا التحدي. يتقدم بصداره المركز الاول، بينما العابر بصولاته وجولاته متواجدا في هذا التحدي حمد بن عبيد بن ثعيل بن طهمينه العامري يقدم لنا انطلاقه وتحديات العابر. بينما من الجانب الاخر حضور ممتاز وجميل في هذه اللحظات وفي هذه التحديات المثيره والمتميزه مع حضور هذه الشعارات. يا سلام يا ابو عوض احمد بن عوض بن محمد بن سيف المزروعي متواجدا ايضا مع تحديات جبر وانطلاقته في المركز الثالث. اما المركز الرابع ياتينا الترس والخاتم خليفه بن جمعه بن عتيق الرميثي. الله الاربع المراكز الاوائل المعركه ما بينهم حتى هذه اللحظات. المركز الخامس اصبح من نصيب الشاب لمنصور بن سعد بن قدر الاحبابي متواجدا مع الشاب وتحدياته في هذا التواجد والحضور المميز. بينما شاهين سعيد بن سيف بن محمد بن حزيم المنصوري ينطلق في مستوى المركز السادس. اما المركز السابع فاصبح من نصيب منجز لسعاده محمد بن سلطان بن مرخان الاشتبي ياتي في هذا التحدي. وكذلك يشوف الدخول المميز الدخول القادم من الذيب لسعاده محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاشتبي وصروح المرغم قادمين يقدمون الذيب ويقدمون منجز في هذا التحدي. بينما انتقل الى اشعار بن كنيش المتواجد مع مخيف مشاهدين الاعزاء سعود بن عبيد بن كنيش الهامري وناصر بن سليم الوهيب بالتضمين والمتابعه. يتابع لنا هذا الشعار. بينما قادم محيض محمد بن سيف بن مايد المزروعي لا بد الحضور يا مهيب نحو هذه الاسماء المتقدمه. نعود يا بن محوش
وعاداته. نعود الى المركز الاول، نعود الى البدايه، الى المقدمه، الى الصداره. وابتدى هدير الزمون مبكرا في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله حلوة المبارزة، حلو هذا التحدي بقيادة من؟ بقيادة لا زال مشهور، لا زال مشهور في المركز الاول للسيد جابر بن عمير بن حي الحاملي مسيطر متمكن. اراد العمير متمكن ما شاء الله من هذا الانطلاق وهذا التحدي ينطلق، يقود لنا هذا السرب من شوط الزمون على البداية في المركز الاول. يقدم مشهور بينما ايضا جبر وعاداته والرصيد والبندقية. يا سلام، احمد بن عوض بن محمد بن سعيد المزروعي ذكرهم بايام جبر وعاداته وعوايته يا ابو عوض. المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء ياتي يتقدم في هذه اللحظات الترس خادم خليفه بن جمعه بن عتيق الرميثي، وكذلك ايضا العابر لحمد بن عبيد بن ثعلب من تهميمه الحاملي، وايضا نتابع الشاب منصور بن سعد بن قدره الاحبابي يتواجدون في المركز الخامس. الخمس المراكز الاوائل، الخمس المراكز الاولى، والكيلو المتر الاخير خلاص افتتحنا ابواب الكيلو المتر الاخير. بانت المقصوره الرئيسيه جبر بالرصيد الحافل احمد بن عوض بن محمد بن سعيد المزروعي على صداره الشوط، بينما مشهور في المركز الثاني جابر بن عمير بن حي الحاملي، والمركز الثالث العابر حمد بن عبيد بن ثعلب من تهميمه الحاملي وشعار بن قدره قادم في هذه اللحظات يتقدم مع تواجد اشهاب بدوره في المركز الرابع منصور بن سعد بن قدره الاحبابي، والمركز الخامس وصل بن مرخان وصواب رامون قادمين مع منجز في المركز الخامس لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الشري. الله، ولكن عود الى البداية الى جبر على مقدمة الشوط احمد بن عوض بن محمد بن سهيل المزروعي يقدم لنا جبر بعاداته وعوايده لما يخليها هكذا يضيف الانجاز في سجله الحافل صاحب البندقية. الله يا جبر احمد بن عوض بن محمد بن سهيل المزروعي، ما يقدم الله كل جديد في هذا العالم الساحر معوض. هكذا ينطلق جبر في مقدمة هذا الشوط. سلامي وتحياتي ايضا لمحمد بن عوض بن محمد بن سهيل المزروعي، ومشكور يا احمد بن عوض على هذا الفوز والانتصار، وسلامي على جبر ما شاء الله وتبارك الله مع انتزاعه الى موسى هذا الشوط. المركز الثاني مشاهد الاعزاء منجز لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان، والمركز الثالث حل فيه ام زيان لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، والمركز الرابع هنالك ايضا لشعار منصور بن سعد بن قدره الاحبابي مع الشاب. اذا نعود الى التوقيت 9 دقائق 50 ثانيه بدون اجزاء من الثانيه. سلام وتحياتنا والناموس لاحمد بن عوض بن محمد بن سهيل، وكذلك لمحمد